صباح الخير يا جماعة. أنا كنت ليا رأي كده في موضوع ماتش الأهلي وباتشوكا. طبعا هارد لك أولا للنادي الأهلي وجماهيره طبعا، وهارد لك لأصحابي الأهلاوية. هو ماتش كان في، أنا رأيي إن الماتش ده كان في إيد النادي الأهلي. كان يقدر يكسب في المباراة، ما يوصلش لضربات الجزاء، ولكن طبعا الأهلي عنده مشاكل كتير فنيه، وانا قلتها قبل كده. الاهلي عنده مشكله كبيره جدا في خط الهجوم. الاهلي خط الهجوم كله باكمله ما عندوش غير رايي انا وسام ابو علي. باقي اللعيبه انا شايف ان هي لا تصلح. مفيش لعيب بيكمل بيلعب مباراتين ثلاثه مستوى كويس ورا بعض. دايما تلاقي في مشاكل فنيه. الاهلي محتاج يجيب جناحين اجانب، ده وجهة نظري. لازم الجناحين اجانب على مستوى عالي. لان انا بصراحه انا مش شايف ان في مصر حد يصلح انه يلعب في المكان ده في الاهلي. مفيش غير 3 لعيبه، وانا شايف ان ال3 لعيبه دول مستحيل ينتقلوا النادي الاهلي، خصوصا في الوقت الحالي. هو احمد سيد زيزو ورمضان صبحي وابراهيم عادل، ودول اعتقد في صعوبه جامده جدا ان هم ينتقلوا الاهلي. ولكن الاهلي اعتقد ان هو يقدر يجيب، الاهلي مع الامكانيات انه يقدر يجيب لعيبه على مستوى عالي يكونوا اجانب. وانا شايف ان الاهلي يدفع، مفيش مشكله. الاهلي معاه امكانيات كويسه، يعتبر نادي غني ومعاه فلوس انه يقدر يجيب لعيبه على مستوى عالي. ده رايي. فيرود ممكن يبقى فيه فيرود مع الجناحين، فيرود مصري. يعني انا مش لازم يكون فيرود اجنبي، يبقى فيرود مصري يكون احتياطي لوسام ابو علي، وليكن مثلا محمد شريف. شايف محمد شريف يصلح في المكان ده ان هو كاحتياطي. طبعا وجود كهربا، انا شايف ان كهربا، انا بشوف بصراحه ان كهربا خلاص يعني وجوده في الاهلي بقى شبه مستحيل. خلاص حتى الجمهور بالنسبه له الموضوع بقى صعب. سيبك من ضربه الجزاء والكلام ده كله، هو كهربا ما بيديش اي جديد مع الاهلي. مستواه سيء جدا جدا، وتحس ان هو بدنيا مش قادر يجري اصلا. فاعتقد ان هو وجوده بقى صعب جدا في النادي الاهلي دلوقتي. نيجي لحد ضربات الجزاء. يعني انا بشوف ان ضربات الجزاء بصراحه هي حظ اكتر، يعني مش مساله مين ضيع ومين ما ضيعش. هو كده كده كانت هتضيع، ايا كان مين داخل كانت هتضيع خلاص. بس هي انا شايف ان هي مشكله اداريه او فنيه. ان طبعا معروف ترتيب اللعيبه مين، يعني في العالم كله معروف رقم 1 ورقم 2 ورقم 3. وانا بشوف ان السوليه من الناس اللي بتشوط في الماتش، يعني لو في ماتش مهم شغال السوليه اللي بيخش يشوط. فازاي لما يبقى ضربه جزاء حاسمه مثلا وهو ما يدخلش؟ فدي كانت حاجه غريبه شويه بصراحه يعني. ولكن هي في الاول والاخر هي ضربات حظ، يعني كان ممكن برضو السوليه يضيع عادي جدا يعني. ده رايي. بشوف ان كولر برضو كان غلطان في تغيير وسام ابو علي. اللعيب ده ما يخرجش، ايا كان ما يخرجش خالص خالص، لان هو الوحيد اللي موجود في الحته الهجوميه. ممكن يعمل خطوره او ممكن يحرز اهداف. هارد لك للاهلي وهارد لك لاصحابي كلهم.